مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة المتوسطة في البلاد. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تزور مديريات أفعبت ونخفة ودوبحة. شفاء 7 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. وزيرة الخارجية الألمانية تقول أن طالبان ستتسبب في انهيار أفغانستان. والصين تعارض بشدة مبادرة التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان. الاتحاد الأوروبي يقرر اعتماد الشاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بدأت اليوم 8 من يونيو امتحانات الشهادة المتوسطة للصف الثامن في جميع أقاليم البلاد، إضافة إلى السعودية والسودان. وتجرى الامتحانات حتى 10 من يونيو في 430 نقطة، بينها 397 مدرسة في 5 مواد هي الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم. وتقدم الامتحانات في نقطتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية وفي مدينة كسل السودانية. ويجلس للامتحانات المتوسطة للصف الثامن 56,558 طالبا، حوالي 48% منهم من الإناث، وأن عدد الطلاب الممتحنين يزيد بنسبة 11% مقارنة مع السنة الماضية. والطلاب الجالسين للامتحانات هم المتواجدين في التعليم المنتظم والتعليم المسائي وأعضاء قوات الدفاع ونزلاء إصلاحية سنبل. زارت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام مديريات أفعبت ونخفة ودوبحة لتفقد الخدمات الاجتماعية والأنشطة الزراعية ولقاء مدراء المديريات والضواحي ولجان القرى. وبحثت لدى لقائها ممثلي السكان خلال الزيارة التي استمرت من الأول وحتى 6 من يونيو. بحثت أوضاع التعليم والصحة والمياه وعملية النفير التنموي ومشكلاتها والعمل الإداري وإدارة الممتلكات والمال وسبل إيجاد حل دائم للمصاعب الموجودة. وطالب ممثل السكان بإيجاد حل عاجل لمصاعب المواصلات والاتصالات والمياه والصحة. وتفقدت السيدة أسمرة الخدمات الاجتماعية التي أرسيت بتعاون الشعب والحكومة في ضاحية بقلة، وأشادت بأنشطة النفير الشعبي لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق وتوفير مياه الشرب وحماية الأشجار المستوطنة. وزارت في مديرية نخفة مشروع مياه أقرع تحات الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي قارب تشييده على الاكتمال، والمجرى التحويلي الذي يشيد لتوسيع التنمية الزراعية. كما بحثت في مديرية أفعبت سبل إيجاد حل دائم لمشكلة مياه الشرب. كما بحثت في مستشفى أفعبت مع الإدارة والخبراء تخفيف مصاعب المباني والبنى التحتية في المشفى. أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 7 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط من فيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9768، شفي منهم 9660 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 5 مصابين بالوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 من يونيو 2022. قام مشتل مايات كارو في مديرية مايمنة بإعداد 150 ألف شتلة ستغرس بمناسبة 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء. وأوضح المدير التنفيذي للمشتل السيد تسفى جابر برهاني بأن المشتل يحتوي على 14 نوعا من الأشجار، وقد وضع برنامج لتنفيذ أعمال قرصها عبر المشجرين الأفراد والمؤسسات. وأشاد بمشاركة إدارة الإقليم والمديرية في تنشيط وتطوير أنشطة المشتل التي تدنت أعمالها بسبب القصور في التسهيلات. وأوضح العمال بأن تزايد المشجرين الأفراد خير دليل على الوعي المجتمعي المترسخ. وقد تم وضع برنامج لتكافؤ الطلبات والمحتويات. هذا وقد بدأ مشتل مايات كارو أعماله عام 1998 ويضم 15 موظفا بينهم 6 موظفات. توفي في 7 من يونيو المدير العام لمؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية سيد زرو والدبكيل تسفازجي عن عمر بلغ 72 عاما جراء مرض ألم به وبعد علاج خضع له في الداخل والخارج.
عمل السيد زرو في مجال التأمينات بمختلف الدول، وعاد إلى البلاد عام 1991 ليعمل مديرا عاما لمؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية، ومن عام 2008 أصبح مسؤولا لمؤسسة نيو سودان للتأمينات في جنوب السودان، حيث خدم وطنه بتفان وإخلاص ل30 عاما. انضم السيد زرو في ثمانينيات القرن الماضي في المنظمات الجماهيرية بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، مساهما في النضال التحرري. الفقيد زرو الميكائيل متزوج وأب ل4 أبناء، وقد ولي جثمانه الثرى ظهر اليوم 8 يونيو في مقبرة زسارات بأسمرة. وتعرب مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية عن بالغ حزنها لوفاة السيد زرو الميكائيل، وتقدم تعازيها لأسرته وزملائه وأحبائه. حقق دراج ناتنائيل تسفاتسيون عضو فريق درون هوبر اندروني جيوكاتولي الإيطالي حقق انتصارات باهرة في سباق أدرياتيكا لونيك الذي اختتم اليوم. وأكمل الدراج ناتنائيل البالغ من العمر 23 عاما السباق الذي اشتمل على 5 مراحل بمشاركة أكثر من 100 متسابق، ليحصل على المركز الثاني في ارتداء القميص الأصفر، والمركز الخامس فيما يتعلق بالنقاط، والمركز الأول بصعود الجبال، والمركز الثاني في سباق الشاب الصاعد. الجدير بالذكر أن الدراج ناتنائيل حقق المركز الأول في المرحلة الثانية التي كثرت فيها العقبات وصعود الجبال المعروفة بمرحلة المكلا. في غضون ذلك احتل الدراج هينوك مولو برهان عضو فريق باردي آن الإيطالي المركز 22 في سباق القميص الأصفر، فيما احتل دراج فريم جابريهويت عضو فريق كيبيكا المركز 42. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعربت عن مخاوفها من أن حركة طالبان تقود أفغانستان إلى الهاوية وتتسبب في معاناة وجوع كبيرين. وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري بعد مناقشة مجموعة من القضايا مع المسؤولين في إسلام آباد، قالت بيربوك أن طالبان تقود البلاد إلى الهاوية. وقالت بيربوك أن ألمانيا ستواصل مساعدة الأفغان الراقبين في مغادرة بلادهم، وأشادت بباكستان لتسهيل سفرهم إلى ألمانيا. قالت وزارة التجارة الصينية أن الصين تعارض بشدة مبادرة تجارية جديدة بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية، ويخط تقول الحكومة في تايبي أنها اعتراف المكانة الرئيسية التي تلعبها الجزيرة في سلاسل التوريد العالمية. وكانت الصين قاضبة من تزايد انخراط الولايات المتحدة الأمريكية مع تايوان، واصفة هذه القضية بانتظام بأنها الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية. ورحبت تايوان بالمبادرة ورأتها علامة أخرى على الدعم من واشنطن، وتأمل بأن تمهد الطريق لتايوان للانضمام في نهاية المطاف إلى إطار بايدن الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي. وتعد تايوان منتجا رئيسيا لأشباه المواصلات، وقد أدى النقص العالمي فيها إلى تعطيل إنتاج السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. اتخذت دول الاتحاد الأوروبي باتفاق مع نواب البرلمان الأوروبي قرارا يقضي بفرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون 2.5 عام. ورغم استياء شركة أبل الأمريكية التي عارضت هذا الإجراء، أغرت المفوضية الأوروبية الخطوة التي قالت أن من شأنها أن تجعل حياة المستهلكين أسهل كي يساعدهم ذلك على توفير المال. من جهته، أوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازا جديدا، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة منها والمتوسطة الحجم. ويتوقع أن تفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة في غضون 40 شهرا من دخول النص حيز التنفيذ، أي بحلول عام 2026. في الخبر الأخير، قالت السلطات أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ستطلق 3 صواريخ في غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمي، لتكون هذه المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا صواريخ من منشأة تجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهيم للفضاء التابع لشركة إيكواتوريال لونش استراليا المملوكة للقطاع الخاص. وستقوم بعثات ناسا بعمليات بحث في الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب التي لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبي. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدء امتحانات الشهادة المتوسطة في البلاد. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تزور مديريات أفعبت ونخفا ودوبحة. شفاء 7 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. وزيرة الخارجية الألمانية تقول أن طالبان ستتسبب في انهيار أفغانستان. والصين تعارض بشدة مبادرة التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان. الاتحاد الأوروبي يقر اعتماد شاحن موحد لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.